السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا أبطال تانية ثانوي عاملين إيه؟ يا رب كده دايما تكونوا بألف صحة وخير ودمتم دايما موفقين. النهارده إن شاء الله هنبدأ في فصل جديد بعنوان جديد اسمه قوانين الحركة الدائرية، الفصل الرابع اللي موجود معانا. إن شاء الله ربنا يعيننا النهارده ونقدر إن إحنا نخلص الفصل كله في أقل مدة، ومش معناته إني قلت لك إن إحنا هنخلص الفصل كله في أقل مدة إن إحنا هنقلب لك الفصل او ان انت هتخرج مش فاهم، لا بالعكس ان شاء الله هتاخد كل تفصيله في الفصل هنا وهتخرج فاهم بنسبه ما تقلش عن 100% باذن الله. طيب عشان ما نطولش في المقدمه كما تعودنا، سم الله واقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، بحيث إن ربنا يقرأ الله يبارك لك في المعلومة اللي أنت هتسمعها مني. هات كراستك وقلمك وسجل ورايا كل كلمة هتتقال، لأن كل كلمة هتتقال هتكون مهمة ليك جدا جدا جدا. وطبعا ما تنساش أنت تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو علشان الفيديو ينتشر ويوصل أكبر عدد من زمايلك الطلاب، وده يعتبر اقل دعم ليا ممكن تقدمه لي مقابل ان انا هنزل لك الفيديو على اليوتيوب بالمجان. ماشي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قوانين الحركه الدائريه، طبعا هنروح بقى على ملف الشرح بتاعنا وبعد كده نبقى نرجع في النهايه خالص على الكتاب. صلي بينا عنه. قوانين الحركه الدائريه، ايه هي قوانين الحركه الدائريه؟ عشان اعرفها كان لازم في البدايه نعرف شويه حاجات. اول حاجه عايزين نعرفها، هو انا دلوقتي لو انا كنت ماشي في الاتجاه ده، ماشي، كنت ماشي في الاتجاه ده بسرعه معينه وقام جاي حد زقني من الخلف. زقني منين؟ من الخلف، يعني زقني للامام. دلوقتي انا عايز اعرف حاجتين، هل انا اتجاه الحركه بتاعي اتغير ولا ظل ثابت؟ هتقولي لا يا مستر، هو زقك من خلف لقدام وانت اصلا كنت ماشي لقدام فاتجاه الحركه بتاعك فضل ثابت. طيب يبقى الاتجاه ثابت ما اتغيرش. طب السرعه بتاعتي بقى اتغيرت ولا فضلت ثابته؟ هتقولي لا، هو زقك من ورا لقدام فبالتالي السرعه بتاعتك اتغيرت للزياده، صح كده؟ تمام. طب لو انا كنت ماشي، يبقى خلاص اتفقنا ان انا لو ماشي في اتجاه معين وفي جسم اثر عليا بقوه في نفس الاتجاه، اتجاهي هيفضل ثابت وسرعتي هي اللي هتتغير للزياده. طب لو انا كنت ماشي في الاتجاه ده برضه وقام جاي جسم شددني لورا، بيشدني لورا زي مثلا قوه الفرامل كده، هي القوه دي دلوقتي بتساعدنا على الحركه ولا بتمنعني من الحركه؟ قلت لا، ده بتمنعك من الحركه، صح كده؟ طيب هي شدتني لورا، هل اتجاهي اتغير ولا هو فضل زي ما هو كده؟ لا، اتجاهي فضل زي ما هو كده. طب السرعه بتاعتي بقى اتغيرت ولا فضلت ثابته؟ لا، السرعه بتاعتك يا مستر هي اللي اتغيرت. طب اتغيرت للزياده ولا النقصان؟ هتقول لي دلوقتي السرعه، القوه اللي اثرت عليك كانت بتاثر عليك في عكس اتجاه الحركه، صح؟ قلت لي صح. ما دام ان هي بتاثر في عكس اتجاه الحركه اذا السرعه بتاعتك هتتغير للنقصان. يبقى دلوقتي لازم نتفق على حاجه، ايه هي؟ ان انا لو كنت ماشي في اتجاه واثر عليا جسم في نفس اتجاه الحركه فسرعتها هتزيد واتجاهها ثابت. طب لو كنت ماشي في الاتجاه واثر عليا جسم في عكس اتجاه الحركه فسرعتي هتقل ولكن الاتجاه برضه هيظل ايه؟ ثابت. ده اول حاجتين معانا اهو، العلاقه بين القوه والايه؟ العلاقه بين القوه والسرعه. دلوقتي انا في عندي هنا اهو قوه بتاثر على الجسم في نفس اتجاه الحركه، اي في نفس اتجاه السرعه. هنا بالنسبه لنا ايه اللي يحصل للجسم؟ هنا اللي هيحصل للجسم يظل الاتجاه بتاع السرعه ثابت، ولكن مين اللي هيتغير؟ مقدار السرعه هو اللي هيتغير. يتغير مقدار السرعه للايه؟ طبعا للزياده. يبقى دي اول حاجه عرفناها، ان لو في عندي قوه اثرت على الجسم في نفس اتجاه الحركه فالاتجاه بتاع السرعه او اتجاه الحركه هيفضل ثابت، ولكن السرعه هي اللي هتتغير طبعا للايه؟ للزياده. انما لو كانت القوه اللي بتاثر عندك على الجسم في عكس اتجاه الحركه او في عكس اتجاه السرعه، ايه اللي هيحصل للجسم؟ اتفقنا ان اللي هيحصل للجسم هنا واحد، يظل اتجاه السرعة ثابت ما هيتغيرش. طيب اتنين، يتغير مقدار السرعة. طبعا
للزياده ولا النقصان؟ قلنا لا، للنقصان. صعب الكلام ده؟ لا. يعني من الاخر ملحوظه هنا بقى اهو، لو كان اتجاه القوه في نفس اتجاه السرعه، او عشان تبقى مس دقيقه بالنسبه لك، لو اتجاه القوه في نفس خط عمل السرعه، فإن ايه بقى؟ واحد، اتجاه السرعة ثابت، يعني ما اتغيرش. يعني ايه في خط عمل السرعة يا مستر؟ يعني اما ان هي هتكون في نفس اتجاه السرعة او في عكس اتجاه السرعة، المهم ان الاثنين يكونوا على خط عمل ايه؟ واحد. اتجاه السرعة ثابت مش هيتغير، انما اللي هيتغير المقدار، يتغير. مين اللي هيتغير؟ مقدار السرعة، اما للزيادة او للنقصان. طبعا امتى يتغير للزيادة؟ لو كان اتجاه القوة في نفس اتجاه الحركة. طب امتى يتغير للنقصان؟ لو كان اتجاه القوة في عكس اتجاه الايه؟ الحركة. برافو عليك. يبقى دي كان اول نقطتين معانا، اتمنى ان انت تكون ايه؟ تكون فهمتهم كويس علشان مهمين جدا. صعب الكلام ده؟ قلت لي لا. طيب الحاجة الثالثة اللي معانا النهارده اللي عايزك تكون عارفها، لو كان في عندنا جسم بالمنظر ده، والجسم ده أثرت عليه قوة عمودية على اتجاه الحركة. لو في عندي قوة أثرت عمودية على اتجاه الحركة، إيه اللي هيحصل للجسم ده؟ هل الجسم ده هيفضل زي ما هو ولا الوضع بتاعه هيتغير؟ قال لك لا. قال لك دلوقتي لو في عندك قوة أثرت عمودية على اتجاه الحركة، هتلاقي إن الجسم ده أوريدي بيتحرك في صورة دائرية. يبقى تاني، لو في عندي قوة أثرت على الجسم عموديا على اتجاه الحركة، هتلاقي إن الجسم بتاعك هيدور، يعني هيتحرك حركة إيه؟ دائرية. أنت أكيد مش متخيل. لا تخيلها كده، هات كده حبل واربطه في وسطك، ماشي؟ واربط الحبل ده مثلا في شجرة جامدة، وحاول إن أنت تتحرك. خد بالك انت دلوقتي القوه اللي بتاثر عليك اللي هي الشجره، الشجره دي طبعا المركز، والحبل ده اللي هو القوه اللي بتاثر عليك، ودي بتكون عموديه على اتجاه الحركه. فانت دلوقتي وانت بتتحرك هتلاقي نفسك بصوره مباشره بتدور حوالين الشجره. طيب ليه؟ لان القوه اللي كانت بتاثر على اتجاه حركتك كانت قوه عموديه، فلما يكون في قوه عموديه بتاثر على اتجاه الحركه بصوره مباشره، الجسم ده بيحصل له عمليه ايه؟ بيحصل له عمليه دوران. يبقى هنا ايه اللي هيحصل للجسم؟ اهو هنا يتحرك الجسم في مسار دائري. يتحرك الجسم في مسار ايه؟ في مسار دائري. يبقى تاني، لو كان عندي في قوه عموديه بتاثر على الجسم في اتجاه حركته، فالجسم ده هيتحرك في مسار ايه؟ في مسار دائري. طب لما يتحرك في مسار دائري، بالنسبه لنا الاتجاه هيحصل له ايه؟ الاتجاه بنسبه 100% هيتغير. يبقى الاتجاه يتغير. طب ليه الاتجاه هيتغير؟ لان انا بدور، ففي كل لحظه اتجاه بيكون ليه وضع معين، وهنفهم ده دلوقتي. طيب المقدار بتاع السرعه اهو بتاع كده، مقدار السرعه هيحصل له ايه؟ طبعا ده اتجاه السرعه قلنا هيتغير. طيب مقدار السرعه ايه اللي هيحصل له؟ لا، مقدار السرعه هنا يظل ثابت. يبقى تاني الحته دي، لو في عندي قوه اثرت
على جسم في نفس اتجاه حركته، اتجاه الحركه ثابت، سرعتها هتزداد. طب لو في عندي قوه اثرت على الجسم في عكس اتجاه حركته، اتجاه السرعه ثابت ولكن مقدار السرعه هو اللي هيقل. طب لو في عندي قوه اثرت عموديا على الجسم اثناء حركته، فبالتالي الجسم ده هيدور، يعني هيتحرك حركه دائريه، الاتجاه بتاع السرعه هيتغير ولكن المقدار بتاع السرعه هيظل ثابت. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في قوانين حركه دائريه. امتى يحصل حركه دائريه؟ عندما تؤثر قوه عموديه على اتجاه حركه الجسم. تاني كده، امتى يحصل حركه دائريه؟ عندما تؤثر قوه عموديه على اتجاه حركه الجسم. في الحاله دي يبدا الجسم يحصل له ايه؟ يحصل له دوران، ونبدا ان احنا ندرسه ونجيب له القوانين اللي احنا هنشتغلها اللي هي بعنوان الفصل. صعب الكلام ده يا صديقي؟ اهو. يبقى هنا لو جيت قلت لك متى يتحرك الجسم حركة دائرية، هيكون ايه ردك عليا؟ هتقول لي ايه؟ عندما تؤثر عليه، او عندما تؤثر بص كده لحظة، عندما تؤثر قوة عمودية على اتجاه حركة الجسم. يبقى عندما تؤثر قوة عمودية على اتجاه حركة الجسم، أول ما تأثر قوة عمودية على اتجاه حركة الجسم هتلاقي إن الجسم بصورة مباشرة بدأ يتحرك حركة إيه؟ حركة دائرية. صعب الكلام ده يا صديقي؟ قلت لي لا. طيب تعالى نشوف النقطة اللي بعد كده. احنا خلاص عرفنا امتى الجسم يتحرك حركة دائرية. قلنا امتى؟ لما الجسم يتأثر على اتجاه حركته قوة عمودية. صعب الكلام ده؟ قلت لي لا. طيب دلوقتي أنا عايز أتخيلها بقى أو عايز أعملها. مثلا هات قلم زي ده اربط فيه حبل، وامسك الحبل واقعد اعمل قلم كده، أو امسك الحبل واعمل الحبل كده. طب انت ايه اللي هيحصل للقلم؟ هتلاقي ان القلم بتاعك بدأ يتحرك حركة ايه؟ حركة دائرية. طيب الحركة الدائرية دي مين اللي بيتغير فيها؟ قلنا الاتجاه هو اللي بيتغير، ولكن السرعة مقدار ثابت. طب ليه السرعة مقدار ثابت؟ لأن القوة واحدة، القوة اللي بتدور أو القوة المتحكمة في الحركة واحدة. تمام؟ طيب ايه إثباتك إن القوة هي اللي بتحرك الجسم، او ايه اثباتك ان القوه هي اللي بتخلي الجسم يدور في مسار دائري؟ ان انا مجرد ما هسيب الحبل من ايدي، ايه اللي هيحصل للقلم؟ هل هيفضل يدور ولا هيتحرك في خط مستقيم في اي اتجاه؟ هتلاقي ان القلم ده اترمى في اي اتجاه في خط مستقيم. ماشي؟ ده علشان القوه اللي كانت بتاثر عليه عموديا ما عادتش موجوده، اللي هي كانت في الحبل. ماشي؟ ده كان نشوف ده بالتصوير البطيء. انا عندي جسم اهو، الجسم ده مربوط في حبل. ماشي؟ بعد لحظه اتلقيت ان هو جه هنا. طيب بعد لحظه تانية اتلقيت ان هو جه هنا. طب بعد لحظه تانية اتلقيت ان الجسم جه هنا. طيب بعد لحظه تانية اتلقيت ان الجسم بتاعي جه هنا. طب انا دلوقتي لو جيت عملت مماس للحاله بتاعت الجسم في كل لحظه من اللحظات دي، لان ما دام ان الجسم يدور في مسار منحني، فعشان اعرف الاتجاه بالظبط هعمل مماس للمسار المنحني ده عند اللحظه دي. طب يلا كده، لو جيت اعمل مماس عند اللحظه دي هتلاقي ان ده اتجاه الحركه. طب لو جيت اعمل مماس عند اللحظه دي فهتلاقي ان ده هو اتجاه الحركه. طب لو جيت اعمل مماس عند اللحظه دي هتلاقي ان ده هو اتجاه الحركه. طب لو جيت اعمل مماس عند اللحظه دي هتلاقي ان ده هو اتجاه الحركه. طب لو جيت اعمل مماس عند اللحظه دي هتلاقي ان ده هو اتجاه الحركه. طيب اتلقيت ايه دلوقتي؟ اتجاه الحركه بتاعك كان واحد ولا اتغير بمرور الزمن؟ لا، بيتغير عندك بمرور الزمن. ده اللي احنا قلنا فوق. يبقى لما الجسم بيدور في مسار دائري الاتجاه بتاع الحركه هو اللي بيتغير، اتجاه السرعه هو اللي بيتغير، ولكن مقدار السرعه هو اللي كان ثابت ما بيتغيرش. ماشي؟ طيب هو الجسم ده دلوقتي بيدور في مسار دائري بسبب ايه؟ بسبب ان في عندي هنا قوه في المركز بتتحكم فيه. القوه اللي في المركز اللي بتتحكم في الحبل ده بنسميها اف سي.
طب مين الاف سي؟ الاف سي دي بالنسبه لنا اللي هي القوه الجاذبه المركزيه اللي بتتحكم في الخيط اللي مربوط في القلم. طبعا دلوقتي اهو في هنا معايا قلم ربطته بخيط وقمت جاي قعدت الفه في شكل دائري. فين القوه المركزيه بتاعتي اللي هي ايه دي؟ طيب فين القوه العموديه اللي بتاثر على القلم اللي هو الحبل اللي بيكون في قوه الشد؟ تمام كده؟ القوه المركزيه دي بتشد القلم ده لبره ولا لجوه؟ لا بيشده لجوه، لذلك القلم ده بيدور عندي في مسار ايه؟ دائري، بيدور في نفس المسار من غير ما بيخرج براه. قلت لكم دليل ان انا لو سبت الحبل من ايدي ايه اللي هيحصل للخيط والقلم؟ هتلاقي ان القلم ده اترمى في خط مستقيم في اي اتجاه ايا كان الاتجاه ده ايه. ماشي؟ يبقى دلوقتي اول حاجه المفروض اكون عرفتها ايه هي؟ ان انا لما يكون في عندي جسم بيدور في مسار دائري، هو بيدور في مسار دائري نتيجه ان في قوه اسمها قوه مركزيه او قوه جاذبه مركزيه بتاثر على القلم ده، والقوه دي بتكون عموديه على اتجاه الحركه. بتكون عموديه على اتجاه ايه؟ الحركه. القوه الجاذبه المركزيه بنرمز لها بالرمز ايه؟ اف سي. صعب الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي في عندي قوه اسمها قوه مركزيه اهو، وجود اف سي اللي هي قوه مركزيه. طيب احنا قلنا قبل كده في الترم الاولاني ان انا ما دام ان انا في عندي قوه اذا لازم يكون في عندي عجله. تاني كده، ما دام ان انا في عندي قوه اذا لازم يكون في عندي عجله. العجله دي برضو بتكون عجله مركزيه وبتكون يعني مركزيه عند المركز. طب العجله دي بيكون اتجاهها فين؟ بيكون اتجاهها في نفس اتجاه القوه المركزيه. تاني كده، هي القوة المركزية أصلا دي بتشد الجسم للداخل، بتشد الجسم للداخل. طب العجلة المركزية بتكون في نفس اتجاه القوة المركزية، يعني برضه بتكون اتجاهها فين؟ برضه بيكون اتجاهها لإيه؟ للداخل. أنا عايزك بس تركز معايا إن كل من القوة المركزية والعجلة المركزية اتجاههم بالنسبة لاتجاه السرعة ماله؟ عمودي على اتجاه السرعة. يبقى دلوقتي عرفت كام حاجة؟ عرفت حاجتين اللي هم ايه؟ ان دلوقتي لحظه دوران الجسم ماشي بيكون في عندي قوه اسمها قوه جاذبه مركزيه بتاثر على الجسم ده، بيكون اتجاهها للداخل. ماشي؟ بيكون في كمان ما دام ان في عندي قوه اذا لازم يكون في عندي عجله. احنا قلنا في الترم الاولاني في قانون نيوتن الثاني ان ما دام ان تواجد قوه اذا لازم يكون في عندي عجله. العجله اللي خدناها في الترم الاولاني كان اسمها عجله خطيه، انما العجله اللي بناخدها النهارده اسمها عجله ايه؟ عجله مركزيه. العجله المركزيه بتكون برضه في المركز ويكون اتجاهها في نفس اتجاه القوه وعموديه على اتجاه الحركه او اتجاه مين؟ السرعه. ماشي؟ يبقى تاني شرط معانا من شروط الحركه الدائريه وجود عندي عجله مركزيه اللي هي مين؟ اللي هي الاي سي. وطبعا ثالث شرط من شروط الحركه الدائريه ان يكون في عندي سرعه. يبقى دلوقتي مين هي الرموز اللي اخدناها لحد الان؟ الرموز اللي اخدناها واحد الاف سي. مين الاف سي؟ دي اسمها القوه الجاذبه المركزيه. ماشي؟ اتنين الاي سي. طب مين الاي سي؟ دي العجله المركزيه. طيب ثلاثة اخدنا كمان الفي. مين الفي؟ دي السرعه. دي مين؟ السرعه. ماشي يا حاج؟ طيب الجزئيه دي صعبه بالنسبه لك؟ ما اظنش ان هي فيها اي صعوبه، ركز فيها. ان حسيت ان هي وقعت منك عيد الفيديو مره واثنين وثلاثه. ماشي؟ هقول لك تاني عشان تكون مرضي. اهو لحظه دوران الجسم، لحظه دوران الايه؟ الجسم بيدور بسبب ايه؟ بسبب ان في عندي قوه مركزيه بتاثر عليه. القوه دي بيكون اتجاهها للداخل فين؟ اتجاه المركز. القوه دي اسمها قوه جاذبه مركزيه وبنرمز لها بالرمز اف سي. ماشي؟ احنا قلنا قبل كده في الترم الاولاني ان القوه كانت بتساوي الكتله في عجله. ما دام ان الكتله بتاعت الجسم ثابته اذا ما دام ان في قوه لازم يكون في عندي ايه؟ عجله. ما دام ان في قوه مركزيه يبقى لازم يكون في عندي برضو عجله ايه؟ عجله مركزيه. صعب ده؟ قلت لي لا. طب العجله المركزيه ده يا مستر اتجاهها فين؟ اتجاه العجله المركزيه في نفس اتجاه القوه الجاذبه المركزيه.
طب الاثنين دول اتجاههم ايه؟ عمودي على اتجاه الحركه. يبقى دلوقتي القوه الجاذبه المركزيه والعجله المركزيه كلاهما الاثنين عموديين على اتجاه الحركه او عموديين على اتجاه ايه؟ السرعه. ما ده اصلا الشرط اللي قلت لك فوق، ان عشان الجسم يدور لازم يكون اتجاه القوه عمود على اتجاه الايه؟ الحركه. لازم يكون اتجاه العجله المركزيه برضه عمود على اتجاه ايه؟ الحركه. صعب الكلام ده يا صديقي؟ قلت لي لا. طيب تعالى كده ناخد مثال نفهم من خلاله الدنيا ماشيه ازاي. دلوقتي بيقول لك ان احنا في عندنا جسم اهو بيدور في مسار دائري في اتجاه عقارب الساعه. ماشي؟ ماشي. بيقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل لو الجسم ده اجى عند النقطه اكس والحبل اتقطع؟ تاني كده، ايه اللي هيحصل للجسم ده لما يجي عند النقطه اكس والحبل اتقطع؟ عايز يعرف منك اتجاه الحركه عند اكس هيكون فين لو عند اكس الحبل قام مقطوع. طب بص كده اهو، احنا طبعا الجسم ده علشان يدور لازم يكون في عندنا قوه جاذبه مركزيه، قلنا في اتجاه الايه؟ في اتجاه المركز او في اتجاه الداخل. الجسم ده لما يجي يدور لحد ما يجي هنا، ماشي؟ لحد ما يجي هنا، لو الحبل ده اتقطع بالمنظر ده والجسم موجود هنا، هتلاقي ان الجسم ده اتحرك في اتجاه في خط مستقيم. اعرف الاتجاه ده ازاي؟ اعمل ممس للحركه. طب اعمله لفوق ولا لتحت؟ على حسب انت كنت بتدور فين. لو بتدور مع عقارب الساعه يبقى الجسم ده كان بيدور لتحت، يبقى اعمل ممس للجسم. اذا ده هيكون اتجاه مين؟ اتجاه الحركه بتاع الجسم. يبقى الجسم ده هيتحرك في خط مستقيم تجاه الجنوب لاسفل كده. ماشي؟ طب لو كان بيدور عكس اتجاه عقارب الساعه يبقى كان هيتحرك في خط مستقيم تجاه الشمال لاعلى كده. ماشي؟ فانا لازم ابقى كل الكلام ده محطوط في دماغي، ان اللي بيخلي الجسم يدور في مسار دائري هو وجود قوه عموديه بتاثر عليه. من القوه العموديه عرفنا ان هي القوه الجاذبه المركزيه اللي بنرمز لها بالرمز اف سي. طب في حاله عدم وجود قوه جاذبه مركزيه، في حاله ان القوه الجاذبه المركزيه انعدمت ما عادش موجوده، يبقى ايه اللي هيحصل يا صديقي؟ الجسم ده هيتحرك في خط مستقيم في اي اتجاه. طب اعرف الاتجاه بتاعه ازاي؟ هتعمل مماس للمنحنى، وعلى حسب الجسم ده كان بيدور مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه انت هتحدد المماس ده راح فين بالظبط. صعب ده؟ قلت لي لا. طيب يبقى هنا اهو هنقول له ايه؟ يتحرك الجسم عند اكس فين بقى؟ في بص كده راح فين المسح؟ في خط مستقيم في اتجاه الجنوب. ماشي؟ ماشي. طب يلا هنشوف السؤال التاني. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك ان احنا في عندنا جسم بيأثر عليه قوتين، واحده الاعلى وواحده الاسفل، وده اتجاه الحركه بتاعه كان بيتحرك بسرعه في. ماشي؟ بيقول لك دلوقتي بقى الجسم ده هتتغير فيه ايه؟ هل هتتغير فيه سرعته مقدار ولا اتجاه؟ يبقى انا عشان اعرف لازم اعرف القوه اللي بتأثر عليه هتكون قوه افقيه معاه عكسه ولا قوه رأسيه عموديه عليه. هعرف ازاي؟ ان اجيب المحصله بتاعت الاثنين دول. طب انا دلوقتي هجيب المحصله دي ازاي؟ احنا اخدنا قبل كده ان لما يكون في عندي قوتين عكس بعض المحصله بتكون طرحهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو كان ده الجسم ماشي، القوه المحصله بتاعتهم هتبقى عباره عن طرح القوتين من بعض، يعني 5 ناقص 3 يبقى القوه 2 نيوتن. طب 2 نيوتن مع مين؟ مع الكبير. مين الكبير؟ الخمسه. يبقى دلوقتي بقى في عندي القوه 2 نيوتن اللي فوق. صعب ده؟ القوه فين؟ 2 نيوتن الاعلى. وكان ده اتجاه ايه؟ كان ده اتجاه السرعه. اذا لاحظت ايه؟ لاحظت هنا يا صديقي ان كان كل من
كل من اتجاه القوة واتجاه الحركة عموديين على بعض. طب احنا عرفنا ايه فوق؟ لما تكون القوة عمودية على اتجاه السرعة او اتجاه الحركة يدور الجسم في مسار دائري. طب لحظة دوران الجسم في مسار دائري، مين اللي بيتغير؟ اتجاه السرعة، والمقدار بيظل ايه؟ ثابت. يبقى هنا اللي هيتغير يتغير اتجاه السرعة فقط، ويظل المقدار ثابت. طب لماذا بقى؟ لأن الجسم تحرك في مسار ايه؟ في مسار دائري. صعب الكلام ده؟ ما اظنش. طيب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده. احنا خدنا من شويه ان في عندنا حاجه اسمها عجله مركزيه، صح؟ انا عايز بقى دلوقتي اقدر احسب العجله المركزيه دي. احسبها ازاي؟ بص بكل بساطه، هو قانون الاستنتاج، انت معكش الاستنتاج فركز معايا في القانون على طول عشان احنا ايه؟ ننجز. انت عندك العجله المركزيه الرمز بتاعها قلنا اي سي. طب بيساوي ايه؟ بيساوي النسبه ما بين السرعه تربيع على نصف القطر. طيب تعال كده نكتب الرموز. مين الفي؟ الفي دي اسمها السرعة المماسية. سرعة ايه؟ مماسية. طيب مين الار؟ الار دي نصف دي كده كتبت ده نصف القطر. نصف الايه؟ نصف القطر. ماشي؟ طيب يبقى دلوقتي لو حبيت ان انا احسب العجله المركزيه، هقول ان العجله المركزيه بتساوي النسبه بين مربع السرعه المماسيه على نصف القطر. طيب دلوقتي انا دلوقتي عايز اعرف ايه العلاقات بتاعتي. ركز كده، العلاقات ايه؟ علاقات الطرديه والعكسيه. لو جيت ابص هنا هتلاقي ان العلاقه بين العجله المركزيه ومربع السرعه علاقه طرديه. يبقى اهو الاي سي والفي تربيع العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه. ماشي؟ طبعا ده بيحصل عند ثبوت مين؟ عند ثبوت نصف القطر. طب لما اجي ارسم الكلام ده بقى بياني، بص كده يا صديقي، ادي العجله المركزيه وادي السرعه تربيع، قلنا العلاقه الاكثر طرديه فبيكون خط مستقيم طالع بالمنظر ده. ولو حبيت احسب الميل، فالميل هنا بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يعني الاي سي على الفي تربيع، فالمتبقي هنا بص كده 1 على ار. المتبقي هنا مقلوب الار، المتبقي 1 على ار، يعني مقلوب نصف القطر. طيب تاني حاجه هنا بقى، بص يا صديقي، العلاقه بين العجله المركزيه ونصف القطر علاقه عكسيه. يعني اهو العجله المركزيه اللي هي الاي سي ونصف القطر العلاقه علاقه عكسيه. اهو علاقه عكسيه، ولكن ده طبعا بيحصل عند ثبوت مين؟ عند ثبوت مربع السرعه المماسي. ماشي؟ طب لما اجي ارسمها في صوره بيانيه، ركز كده يا صديقي. لو رسمت العجله المركزيه مع نصف القطر بس فالعلاقه علاقه عكسيه بالمنظر ده. طيب لو جيت رسمت العجله المركزيه مع مقلوب نصف القطر، لا احنا عرفنا ان لو كانت الحاجه مع حاجه عكسي اذا بتكون مع مقلوبها طردي. دلوقتي العجله المركزيه اللي هي الاي سي مع مقلوب نصف القطر فالعلاقه علاقه طرديه. هنا ممكن احسب الميل. اتفقنا ان الميل بيساوي فرق الصادات عندي اللي هو الاي سي وفرق السينات اللي هو 1 على الار. طب مين اللي اتبقى من القانون؟ اللي اتبقى من القانون عندك هنا مربع السرعه المماسيه اللي هو الفي تربيع.
صعب الكلام ده؟ يبقى انا دلوقتي لو حبيت احسب العجله المركزيه، اقول العجله المركزيه بتساوي النسبه ما بين مين الى مين؟ مربع السرعه الممسيه الى نصف القطر بتاع الدوران. طيب دلوقتي بقى يا صديقي، ايه اللي هيحصل لو قال لي احسب العجله المركزيه ولكن الفي ما كانتش عندي؟ هي من الفي السرعه الممسيه، السرعه اللي الجسم بيدور بيها. لو الفي دي ما كانتش عندي هحسبها ازاي؟ صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. هو انا دلوقتي بص كده معايا، السرعه الممسيه اللي هي السرعه دي ماشي، لو حبيت احسبها مش الجسم ده لو عمل دايره كامله يبقى كده مشى مسافه مقدارها المحيط. يعني هو لو بدأ من هنا ولف لفته ورجع هنا، مش كده مشى مسافه مقدارها المحيط؟ ايوه. طب المسافه الكامله او الدوره الكامله بتتعمل في زمن ايه؟ اخدنا قبل كده انها بتتعمل في زمن دوري. زمن ايه؟ دوري. يعني انا دلوقتي عشان احسب السرعه هقسم المحيط على الزمن الايه؟ على الزمن الدوري اهو. يبقى يلا هنا لو حبيت احسب مين؟ السرعه الممسيه. فالسرعه الممسيه اللي هي الفي دي هتساوي المحيط اللي هو 2 باي ار على الزمن الايه؟ على الزمن الدوري. صعب ده؟ لا. مين التي؟ مين التي دي؟ ده الزمن الدوري اللي هو زمن دوره كامله. ماشي؟ طبعا مين الار؟ ده نصف القطر. مين الفي؟ دي السرعه الممسيه. طيب دلوقتي بقى لو قال لي احسب العجله المركزيه ماشي، ولكن السرعه ما كانتش عندي، هو انا رايح جايب مين؟ هو انا رايح جايب السرعه من القانون ده. طب افترضت افتراض ان انا جيت اجيب السرعه ما تلاقيش الزمن الدوري. طب الزمن الدوري ده هجيبه منين؟ هجيبه عادي من كل بساطه خالص، احنا كنا اخدين له قانون قبل كده انه كان بيساوي تي على ان. مين التي يا مستر؟ التي دي الزمن الكلي للدورات. طيب مين الان؟ الان دي عدد الدورات ماشي، او كان كمان بيساوي مقلوب الايه؟ مقلوب التردد. يعني احنا دلوقتي لو طلب مني العجله المركزيه وما جابش السرعه الممسيه هنزل اجيب السرعه الممسيه. طب نزلت اجيب السرعه الممسيه وما تلاقيش الزمن الدوري يبقى انزل اجيب الزمن الدوري. فاجيب الزمن الدوري اخد قيمته احطه فوق اجيب العجله المركزيه، وبعد كده اخد قيمه العجله المركزيه احطها فوق عشان اجيب مين؟ عشان اجيب العجله، عشان اجيب العجله المركزيه. صعب الكلام ده؟ قلت لي لا. طيب تعالى بقى نشوف الحته دي، والحته دي اهم حصه في الدرس فركز فيها بالله عليك. خلي بالك من الفرق. الفرق في ايه؟ بص يا صديقي، ركز في الحته دي. احنا هنا قلنا ايه؟ ان العلاقه بين العجله المركزيه والفي تربيع علاقه طرديه، صح كده؟ العجله المركزيه والفي تربيع علاقه ايه؟ علاقه طرديه. ماشي؟ اعرف، خد بالك من الفرق، خد بالك من الفرق بالله عليك. دلوقتي لو قال لك اذا زادت السرعه المماسيه، او هنا لحظه، اذا زادت او زاد مربع السرعه المماسيه للضعف فإن العجلة المركزية ايه اللي هيحصل لها؟ لو المربع كله زاد للضعف، اعرف وركز في الفرق. لو المربع كله زاد للضعف العجلة المركزية هيحصل لها ايه؟ هو انا كعجلة مركزية بتناسب مع مين؟ بتناسب مع الفي ولا الفي تربيع؟ لا الفي تربيع. طب ما هو بيقول لك دلوقتي ان الفي تربيع زادت للضعف. طب لما الفي تربيع تزيد للضعف يبقى العجلة المركزية كمان تزداد للضعف. يبقى هنا تزداد العجلة المركزية للايه؟ للضعف.
اهو المساحه دي تزيد العجله المركزيه كمان للايه؟ للضعف. ماشي؟ لو جبت انك تحب تعملها يعني بالعلاقه، يبقى الاي سي لما تتناسب طردي مع الفي تربيع، لما الفي تربيع تزيد للضعف العجله المركزيه هي كمان هتزيد للايه؟ هتزيد للضعف. صعب ده؟ قلت لي لا. طيب دلوقتي ركز كده في دي. لو قال لك بقى دلوقتي اذا زادت العجله المركزيه الى 3 امثالها، ماشي؟ زائد 3 امثالها، فإن مربع السرعة يصبح. ايه اللي هيحصل؟ بص كده، انا عارف ان العلاقة بين العجلة المركزية ومربع السرعة علاقة طردية. هو دلوقتي جاب لك العجلة وطلب منك مين؟ مربع السرعة. العلاقة بينهم علاقة طردية. لو العجلة زادت 3 مرات هي بتتناسب طردي مع المربع كامل، يبقى المربع كامل هيزيد كام مرة؟ هيزيد برضو 3 مرات. يبقى مربع السرعة يزداد إلى 3 أمثاله. صعب ده؟ يبقى تاني، لو قال لك في السؤال إن المربع بتاع السرعة زاد وطلب العجلة المركزية، فإن العجلة المركزية هتزيد بنفس المقدار زيادة المربع، لأن العلاقة علاقة طردية. لو قال لك في السؤال إن العجلة المركزية زادت لرقم وطلب مربع السرعة الممسية، يبقى مربع السرعة الممسية هتزيد بنفس المقدار العجلة المركزية، لأن العلاقة علاقة إيه؟ طردية. طب ركز بقى هنا بقى. هنا لو قال لك إيه؟ بص كده، إذا زادت السرعة للضعف فإن العجلة المركزية ايه اللي هيحصل لها؟ لو السرعة بس زادت للضعف، ركز بالله عليك ركز. انا هنا بقول لك ان السرعة بس هي اللي زادت. انا كعجلة مركزية بتناسب مع سرعة ولا مربع سرعة؟ لا، بتناسب مع مربع سرعة. طب لما السرعة بس تزيد يبقى المربع كمان هيزيد للضعف. تاني كده، السرعة بس زادت للضعف يبقى المربع كامل هيزيد لضعف الضعف. يبقى العجلة المركزية هتزيد ضعف السرعة. بص كده يا حبيبي، اهو ادي العجلة المركزية تتناسب مع مربع الايه؟ السرعة. ماشي يا شباب، نرجع كده تاني. هو هنا قال لك ايه؟ لو السرعة بس زادت للضعف، السرعة بس زادت للايه؟ للضعف. العجلة المركزية هيحصل لها ايه؟ لو السرعة بس زادت للضعف انا بتناسب مع مربع السرعة، ماشي؟ انا بتناسب مع مربع السرعة، فالمربع نربع الاثنين. طب لما نربع الاثنين هتبقى 4. يبقى المربع كامل زاد كم مرة؟ 4 مرات. يبقى العجلة هتزيد كم مرة؟ 4 مرات. يبقى لو المربع زاد للضعف العجلة هتزيد للضعف. طب لو السرعة بس هي اللي زادت للضعف يبقى المربع كامل هيزيد كمان للضعف فتبقى 4 مرات. يبقى العجلة المركزية هتزيد كمان 4 مرات. ماشي؟ طب سؤال تاني. لو قال لك هنا ايه؟ لو قال لك هنا إذا زادت العجلة المركزية إلى 16 مرة من قيمتها فإن السرعة الممسية ايه اللي هيحصل لها؟ صلى على النبي. ادي عندك العجله المركزيه تناسب طرديا مع الفي تربيع. قشطه؟ قشطه. قال لك ان العجله زادت كم مره؟ 16 مره. يبقى المربع كامل هيزيد كم مره؟ 16 مره. طب دلوقتي انا عايز السرعه بس هتزيد كم مره؟ يعني عايز ادخل الرقم ده جوه، اقوم اخد له الجذر، اخد الجذر بتاع ال 16. طب جذر ال 16 كام؟ 4. يبقى السرعة بس زادت 4 مرات. المربع كامل زاد 16 مرة.
يبقى انا دلوقتي المفروض يبقى جه في دماغي حاجه، ايه هي؟ لو كنت عايز اطلع الرقم بره التربيع او بره القوس اربعه. طب لو عايز ادخل الرقم جوه القوس اخد له الجذر الايه؟ التربيع. صعب الكلام ده يا صديقي؟ والله ما صعب خالص، بالله عليك الموضوع كله بسيط. طب بص صلى على النبي. سؤال تاني اهو، بيقول لك هنا ايه؟ اذا زادت عدد الدورات الى 3 امثالها فإن السرعة الممسية، أو فإن مربع السرعة الممسية. ماشي، مربع السرعة الممسية لو العدد زاد 3 مرات، مربع السرعة الممسية هيزيد كم مرة؟ بص كده عشان بس ايه السؤال ما يصعبش عليك. ممكن ولا عادي؟ يلا. هو دلوقتي احنا قلنا فوق ان الزمن الدوري ده كان بيساوي تي سمول على الان، صح؟ صح. طيب وقلنا ان السرعة بتساوي 2 باي ار على التي، صح؟ صح. هو دلوقتي العلاقة عندك ما بين الان والتي علاقة ايه؟ عكسية. يبقى دلوقتي لما الان ده اهي تزيد 3 مرات يبقى لازم الزمن الدوري يقل للكام؟ يقل للتلت. يقل لايه؟ للتلت. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب دلوقتي الزمن الدوري والسرعه العلاقه بينهم علاقه عكسيه. اما الزمن الدوري ده يقل التلت يبقى لازم السرعه تزيد كم مره؟ 3 مرات. هتقول لي بس يا مستر لقيتها السرعه زادت 3 مرات. اقول لك ايوه يا حبيبي ماشي، ولكن هو كان طالب مين؟ مربع السرعه وليست السرعه. ماشي؟ طيب يبقى لما سرعه بس تزيد 3 مرات يبقى مربع السرعه هيزيد كم مره؟ اضرب ال 3 في 3 يبقى 9. ماشي؟ يبقى هنا مربع السرعه اهو يزداد 9 مرات او 9 امثال. طب ممكن ازود لك كمان سؤال معلش. فين العجله المركزيه؟ طب ما احنا عارفين خلاص ان العجله المركزيه دي بتتناسب طردي مع الفي تربيع. الفي تربيع زادت 9 مرات يبقى العجله المركزيه هي كمان هتزيد 9 ايه؟ مرات. صعب ده؟ والله ابدا، والله ابدا. ماشي يا صديقي. النقطه اللي بعد كده القوه الجاذبه المركزيه. طيب انا دلوقتي عايز اجيب لها قانون. هجيب لها قانون ازاي؟ بص كده يا صديقي، احنا اخدنا قبل كده في قوانين نيوتن ان القوه العاديه اللي كانت بتساوي حاصل ضرب الكتله في العجله، صح؟ وكانت عندي هنا العلاقه بين القوه والعجله طرديه عند ثبوت مين؟ عند ثبوت الكتله. طيب اخدنا كمان ان العلاقه كانت ما بين القوه والكتله كانت برضه طرديه عند ثبوت العجله. واخدنا العلاقه كمان ما بين الكتله والعجله علاقه عكسيه عند ثبوت القوه. ده احنا خدناه قبل كده. ماشي؟ قلت لي ماشي. طب احنا لسه واخدين من شويه ايه؟ لسه واخدين من شويه ان العجله المركزيه بتساوي الفي تربيع على ار، مربع سرعه ممسيه على نصف القطر. طب ما دلوقتي لو جيت شلت العجله وحطيت مكانها القانون اللي بتساويه فكده تبقى بالنسبه لنا العجله المركزيه هتساوي الكتله في مربع السرعه على نصف الايه؟ على نصف القطر. مين القانون ده يا صديقي؟ ده قانون القوه الجاذبه المركزيه.
بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاف سي بتساوي حاصل ضرب الكتله في مربع السرعه على نصف الايه؟ على نصف القطر. ماشي؟ طيب ركز كده معايا، مين الام؟ دي كتله الجسم. مين الفي؟ دي السرعه الممسيه. مين الار؟ ده نصف القطر. صعب الكلام ده؟ والله ما صعب ابدا. ماشي؟ طب يلا العلاقات البينيه بتاعت القانون ده. طب هعملها ازاي؟ عادي خالص بكل بساطه. اول حاجه الاف سي مع الام. العلاقه بين الاف سي والام علاقه ايه؟ والله بسط وبسط بينهم فاصل، اذا دي علاقه طرديه. علاقه ايه؟ طرديه. ولكن ما تنساش حاجه مهمه، عشان تكون طرديه لازم تكون عند ثبوت مين؟ الفي ار ونصف القطر. صعب ده؟ طيب ارسمها ازاي يا مستر؟ عادي يا صديقي اهو. هتقول له هنا مين فوق؟ القوة الجاذبة المركزية. مين تحت؟ الام. العلاقة علاقة طردية. طب لو قال لي احسب السلوب الميل، فالميل هنا بيساوي ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات، يعني الاف سي على الام. مين اللي اتبقى من القانون؟ في تربيع على الار. طيب اتنين مين مع مين بقى؟ الاف سي مع الفي تربيع اهو. الاف سي مع الفي تربيع، برضه العلاقه علاقه ايه؟ طرديه برضه. ولكن ما تنساش هي طرديه عند ثبوت مين؟ عند ثبوت الكتله والار. طب لما احب ارسمها عادي خالص بكل بساطه اهو. ادي الاف سي وادي الفي تربيع، قلنا العلاقه علاقه طرديه. طب لو حبيت احسب الميل، فالميل بيساوي الصادات على السينات، يعني الاف سي على الفي تربيع، المتبقي في القانون ام على ار. طيب ثلاثة الاف سي مع الار. فالاف سي عندك مع الار العلاقه بينهم علاقه عكسيه او علاقه عكسيه. ولكن ما تنساش علاقه عكسيه عند ثبوت مين؟ عند ثبوت الام والفي. ماشي؟ طب ارسمها يلا عادي. يلا يا صديقي. ادي الاف سي مع، تعال بس كده عشان بس افكرك بيها تاني، معلش اهو. الاف سي والار بس قلنا علاقه ايه؟ عكسيه. انما الاف سي مع مقلوب الار فالعلاقه علاقه ايه؟ طرديه. هنا لو حبيت احسب الميل، فالميل هيساوي الصادات على السينات، يعني الاف سي على مقلوب الار، فالمتبقي هنا ام في تربيع. صعب الكلام ده؟ والله ابدا ما فيه اي صعوبه. طيب بعد كده افكار النسبه. يعني ايه افكار النسبه؟ يعني يجي يقول لك دلوقتي انا عندي مساله فيها حاجتين من كل حاجه، فيها 2 قوه، فيها 2 كتله، فيها 2 سرعه، فيها 2 نصف قطر. فدي بالنسبه لك بتشتغل ايه؟ مقارنه او بنسميها نسبه. طيب هنعملها ازاي؟ بص يا صديقي، لو كل الرموز موجوده ومتغيره، هتقول له هنا ايه؟ بص القانون الاصلي بتاعك اهو عشان ما تتوهش مني. الاف سي بتساوي ام في الفي تربيع على الار. بص كده يلا، الاف سي 1 على الاف سي 2 بتساوي، اللي جاي بعد اللي يساوي بقى لو كان طردي معاه بيكون نفس ترتيبه، لو كان عكسي معاه بنعكس ترتيبه. ازاي؟ الام طردي مع الاف يبقى ام 1 على الام 2 في الفي تربيع طردي مع الاف يبقى في تربيع 1 على في تربيع 2 في الار عكسي مع الاف، فهنعكسها بقى، هنخليها فوق ار 2
على الار ايه؟ على الار واحد. امتى استخدم القانون ده؟ في حاله ان يكون كله متغير، مفيش عندي حاجه ثابته. طب لو في عندي حاجه ثابته يا مستر عادي اهو، لو قال لك هنا اعمل يا عم عند ثبوت الكتله. تعليق يا ترى مصر ليه؟ ماشي بس انا جيت اهو رجع عشان خاطر اسيبك الضياع ده. ماشي. رجع عشان خاطر اسيبني ما تقولش الترانس كل شويه. ملك التاريخ، تعورهم نفسك. تعورهم نفسك اهو. مستر محمد طرمس الله يبارك فيك. ملك التاريخ. الله يبارك لك يا كبير، الله يمشي منك يا رب. حبيبي يا الله مستر. يعينك يا رب. عايز حبيبي اي حاجه؟ الله يبارك لك. مع السلامه. طيب عند ثبوت الكتله ايه اللي هيحصل؟ لما الكتله تكون ثابته هنقول له هنا ايه بقى؟ اف 1 اف سي 1 على اف سي 2. خلاص الكتله ثابته ما نحطهاش لان كده كده هتطير مع بعضها. في 1 تربيع على في 2 تربيع في الار 2 على الار ايه 1. ده في حاله ايه؟ ان يكون الكتله ثابته. طيب لو قال لك يا صديقي، لو قال لك عند ثبوت الفي، لو قال لك عند ثبوت الفي تعبان نعملها كلها اهو. عند ثبوت الفي يبقى تقول له اف سي 1 على الاف سي 2 هتساوي ايه؟ ام 1 على الام 2 في الار 2 على الار ايه؟ على الار 1. طيب لو قال لك بقى هنا عند ثبوت الار يبقى تقول له ايه؟ اف سي 1 على الاف سي 2 هتساوي ام 1 على الام 2 في الفي 1 تربيع على الفي 2 ايه؟ تربيع. انا بشتغل باي قانون من دول على حسب انا فهمت من السؤال انهي فيهم ثابت. طب لو ما كانش فيهم حاجه ثابته يبقى خلاص هتقول له على طول القانون الاولاني ده وتوكل على الله وان شاء الله ربنا يكرمك بالاجابه الصح. طيب اخر حاجه معانا انواع القوه الجاذبه المركزيه. عندنا 5 انواع ماشي، هنروح ناخدهم ايه من الكتاب على السريع. يلا كده بينا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ادي بدايه الدرس بيقول لك هنا ايه؟ حركه الالعاب الدواره او حركه الارض حول الشمس دي بتكون امثله الحركه الايه؟ الدائريه. هنا عندما تؤثر قوه محصله على جسم متحرك فان سرعته المتجهه تتغير اي يكتسب ايه؟ عجله. دي اول حالات اخدناها لو كانت القوه في نفس اتجاه الحركه او عكس اتجاه الحركه او كانت عموديه، وطبعا احنا اتفقنا على كل الكلام ده. بعد كده عندنا حركه دائريه منتظمه او حركه او القوه الجاذبه الايه؟ المركزيه. وطبعا عرفنا القوه الجاذبه المركزيه اللي هي بتشد الجسم تجاه الايه؟ المركز، وده ان الجسم يدور حركه دائريه منتظمه، يعني اتجاه الحركه بيكون ثابت ولكن السرعه هو اتجاه الحركه بيتغير ولكن السرعه هي اللي بتكون ايه؟ ثابت. ماشي؟ بعد كده طبعا ادي الانواع بتاعه القوه الجاذبه المركزيه. هوريكم بس الحاجات اللي احنا خدناها وبعد كده نرجع لها. اهو اخدنا قوانين الحركه الدائريه المنتظمه. عندنا عجله مركزيه وقوه جاذبه مركزيه. اول حاجه هنا كان بيجيب لك قوانين العجله الايه؟ قوانين العجله المركزيه. ماشي؟ تعريفها الكلام اللي انا لسه قايله لك. وادي القانون الاخراني اهو بتاع العجله المركزيه، وهنا جايب لك كمان التعريف بتاع الزمن الدوري وقانون الزمن او قانون السرعه الممسيه ان هي بتساوي المحيط على الزمن الدوري، ولو حبيت اجيب الزمن الدوري فهيساوي ايه؟ هيساوي تي على ان، او التردد بيساوي ان على تي او بتساوي مقلوب الزمن الدوري. ده بالنسبه لك مين؟ ده التردد، الاف دي التردد. ماشي؟ بعد كده جايب لك العوامل بقى اللي بتاثر عليها العجله الجاذبه المركزيه اللي احنا برضو قلناها فوق. هو تقريبا احنا قلنا كل حاجه يعني الحمد لله، وده الاستنتاج بتاعها. بس يعني مش محتاجين استنتاج، مساله عليها 2 3 4 وهكذا. كده القوة الجاذبة المركزية وادي الاستنتاج بتاعها وادي الصورة الأخرانية بتاعتها. وادي كمان عندك العوامل اللي تتوقف عليها برضه قلناها، العلاقات وكل الكلام ده. ماشي؟
يعني طبعا يعني هو هنا مزود لك حاجات ان انا لو حبيت ان انا اجيب القوه المركزيه بدلاله العجله، بدلاله قصدي السرعه الممسيه، او لو حبيت اجيبها بدلاله الزمن الدوري، او لو حبيت اجيبها بدلاله الايه التردد، كلها استنتاجات من بعضها عادي، مفيش فيها اي مشكله. ماشي، تقريبا ما عادش عندي اي حاجه. اهم التطبيقات على الحركه الدائريه، مفيش عندي اي حاجه تانية. ماشي يا صديقي. طيب تعالى كده بقى نشوف ايه انواع القوه الجاذبه المركزيه. اول حاجه قوه الشد. قوه الشد دي بنرمز لها بالرمز اف تي. ايه هي قوه الشد؟ انا دلوقتي قلت لكم لو جبت قلم وربطته في حبل وقعدت ان انا احركه بالمنظر ده، فين القوه دلوقتي اللي بيشد القلم؟ اللي هي القوه بتاعت الحبل. اذا قوه الشد دي بتكون في الحبل. طب القوه اللي في الحبل دي بتشد القلم لبره ولا لجوه؟ لا، بتشد القلم لجوه. يعني بتشد القلم لجوه، وبتكون عموديه على اتجاه الايه؟ عموديه على اتجاه الحركه. ما دام ان هي عموديه على اتجاه الحركه، اذا قوه الشد تعتبر قوه جاذبه مركزيه. اي قوه هتقابلنا هتكون عموديه على اتجاه الحركه، اذا تعتبر قوه جاذبه ايه؟ مركزيه. طيب تاني حاجه قوه التجاذب المادي اللي هي الاف جي. دي بتقول لك ان دي ان شاء الله اللي هي الفصل الجاي، يعني هنحكيها بالتفصيل في الفصل الجاي، ان احنا لو عندنا اي جسمين، الجسمين دول بينشا بينهم قوه جاذبه مركزيه. يعني عندك مثلا الشمس والارض، الشمس والارض دول بينشا بينهم قوه جاذبه مركزيه. ماشي، مين اللي قوته اكبر؟ الشمس. اللي كتلته اكبر؟ الشمس. فاللي ليه كتله اكبر اللي هو اللي بيتحكم، هو اللي بيأثر على اللي كتلته اقل. يبقى دلوقتي الارض هي اللي بتدور حوالين الشمس عن طريق تاثير قوه الشمس على الارض. طب الارض بتدور في مسار دائري، يعني اتجاه الحركه بتاع الارض عمودي على اتجاه القوه بتاعه الشمس. وما دام ان اتجاه القوه بتاعه الشمس عموديه، اذا قوه التجاذب المادي بتعتبر قوه جاذبه ايه؟ مركزيه. طيب قوه الاحتكاك. قوه الاحتكاك دي بالنسبه لنا بتحصل امتى؟ بتحصل لما يكون في عندنا سياره بتتحرك في مسار دائري والمسار ده يكون مايل. ماشي، يعني احنا دلوقتي لما يكون في عندنا سياره بتتحرك في مسار دائري، هو المفروض ان السياره دي تنطرد لبره عن طريق قوه اسمها قوه طرد مركزيه. طب هل كل السيارات بتنطرد لبره؟ هتقول لي لا. ليه؟ بسبب ان بيكون في عندي قوه احتكاك ما بين مين ومين؟ ما بين الاطارات والاسفلت. قوه الاحتكاك ده اهي بيشد الجسم تجاه المركز. ما دام ان هي قوه بتشد الجسم تجاه مركز الدوران، يعني بتكون عموديه على اتجاه الحركه، فبالتالي تعتبر قوه جاذبه ايه؟ مركزيه. ماشي، انتوا اكيد حسيتوا بالقوه الطارده المركزيه كتير. امتى؟ اما تكون مثلا كده راكب ميكروباص والميكروباص ده جاي يلف ملف، فانت على طول اوريدي بصوره مباشره بتتنطر على الشباك او بتميل ناحيه الشباك. طب ده كله بسبب ايه؟ بسبب القوه الطارده المركزيه اللي بتاثر على جسمك وبتخليه يندفع للخارج. ماشي؟ طيب لو كان قوه الاحتكاك اقل من القوه الطارده المركزيه، يقوم الميكروباص ايه؟ يخرج عن المسار بتاعه ويحصل له عمليه شقلبات، يتشقلب. اوكي؟ طيب دلوقتي ايه اللي لسه بعد كده؟ بيقول لك هنا دلوقتي ان احنا لو كان الجسم اللي بيدور في المسار ده بيدور في المسار ده ليه؟ مائل. ركز بس معايا في الاول. هنا بيقول لك ايه؟ ان اي جسم هو ساكن بيكون واقف تحت تاثير قوه وزنه. احنا عارفين قبل كده ان قوه الوزن هي قوه جذب الارض للجسم، صح كده؟ قلت لي صح. بتكون اتجاهها فين؟ بيكون اتجاهها عمود الاسفل. واخدنا برضه قبل كده ان لكل قوه فعل قوه رد فعل. طب انا دلوقتي لما قوه الوزن تكون هي قوه الفعل على الارض، قوه رد الفعل هتكون ليه؟ هتكون الاعلى، بس ده لو الجسم ايه؟ ساكن. طب لو الجسم كان مايل، متحرك ومايل، يبقى قوه هنا قوه الوزن هتكون كده الاف جي الاف دبليو. ماشي، وقوه رد الفعل هتكون لاعلى بس هتكون مايله زي ما انت شايف كده. طب احنا اخدنا قبل كده ان اي جسم مايل او اي قوه مايله بنعمل لها عمليه تحليل. طب بتتحلل لايه؟ بتتحلل عندك لمركبه افقيه ومركبه ايه؟ ومركبه راسيه. طب انا هشتغل بانهي قوه؟
دلوقتي دي المركبه الافقيه بتاعه رد الفعل، انا بشتغل بانهي قوه، الافقيه ولا الراسيه؟ لا انا بشتغل بالافقيه. اشمعنى الافقيه؟ لان هي القوه اللي بتكون في اتجاه حركه الدوران، القوه اللي بتكون في اتجاه المركز. يبقى القوه الافقيه هي القوه اللي انا هشتغل بيها، لان هي اللي في اتجاه حركه الايه، الدوران، او اللي في اتجاه المركز. ماشي؟ يبقى دي اول قوه افقيه معانا، ان هي اللي هي القوه الافقيه الناشئه عن رد الايه، عن رد الفعل. طب ايه كمان؟ الجسم لو هو بيدور، وهو بيدور بيكون في عندي قوه احتكاك، بيكون في عندي ايه، قوه احتكاك. طب دلوقتي قوه الاحتكاك ده اهي بتكون برضو مائله لاسفل، بتكون برضو مائله لايه، مائله لاسفل بالمنظر ده اهو. دي قوه ايه، قوه الاحتكاك. طب احنا اتفقنا ان اي قوه احتكاك، اي قوه، اي قوه مايله عموما، اي قوه مايله بنحللها لواحده افقيه وواحده راسيه. ادي القوه الراسيه بتاعه الاحتكاك، وادي القوه الافقيه بتاعه الاحتكاك. قوه افقيه بتاعت احتكاك، والقوه الراسيه بتاعت ايه، احتكاك. طبعا اتفقنا ان القوه الراسيه ماليش شغل معاها، انا بشتغل مع القوه الافقيه اللي بتكون في اتجاه المركز. يبقى دلوقتي بقى في عندي هنا اتجاه المركز كم قوه؟ 2، قوه الاحتكاك والقوه الافقيه الناشئه عن رد الايه، الناشئه عن رد الفعل. ما دام ان الاثنين هنا في نفس الاتجاه اذا هجمعهم. يبقى هنا المركبه الافقيه عباره عن ايه؟ عن جمع المركبتين الافقيتين لقوه رد الفعل اللي هي اف ان، وقوه الاحتكاك اللي هي اف اف. دي قوه رد الفعل اللي هي اف ان، وقوه الاحتكاك اللي هي اف ايه، اف اف. ماشي؟ طيب هو طبعا هيشرح لك في كلام كتير ما عادش ليه لازمه. لسه عندي حاجه؟ ما عادش عندي حاجه. طبعا ده قانون الشغل وهكذا، فما عادش عندي حاجه. هنا بيقول لك ايه اهو، في الشكل المقابل كرة مربوطة بخيط وتتحرك حركة دائرية منتظمة في مسار أفقي، أي مما يأتي للكرة يتغير باستمرار أثناء حركتها. طبعا اللي بيتغير باستمرار أثناء حركتها هو الاتجاه، هو اتجاه السرعة. ماشي؟ إنما مقدار السرعة بيظل ثابت، طاقة الوضع ثابتة، طاقة الحركة إيه؟ ثابتة، ملهمش علاقة بالموضوع. إنما اتجاه السرعة هو اللي بيتغير باستمرار. صعب الكلام ده يا صديقي؟ قلت لي لا. طب احنا كده نكون خلصنا يعني الحمد لله الفصل الرابع كامل. احنا تقريبا يعني خلصناه ساعة وعشرة، ساعة 5 في يعني في النطاق ده. فيعني الحمد لله. اتمنى ان انا اكون يعني ربنا وفقني، قدرت ان انا اوصل لك المعلومة باسهل طريقة. واتمنى ان انت لو وصلت معايا هنا انك تكون فهمت اي حاجه في اي حاجه من الكلام الكتير اللي احنا قلناه ده، وان شاء الله تكون فهمت كتير جدا بنسبه كبيره جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. وطبعا احنا عارفين ان فيديو الحل بينزل لوحده. اشوفكم على خير في فيديو جديد والاخير في شرح المنهج اللي هو الفيديو الجاي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.